I have a big surprise for you. Gather around, y'all. The new YouTube channel. And listen to me You are Cristiano. while I do my thing. Hoy te vacío conmigo. Chiqui boy. Tengo un regalo hoy, Eva. Recibe. اليوتيوبر كريستيانو خد درع اليوتيوب الفضي والذهبي والماسي بتاع ال 10 مليون متابع في اقل من 12 ساعه بس. كنت اعتقد ان كريستيانو رونالدو هو فقط اسطوره كره القدم، فانت مخطئ. الرجل الذي يلهب الملاعب باهدافه الخياليه وصل الان الى 30 مليون مشترك على يوتيوب خلال 48 ساعه بس. لكن هنا تاتي المفاجاه. ماذا لو أخبرتك أن الوصول إلى هذا الرقم على يوتيوب يحتاج إلى أكثر من مجرد موهبة رياضية، بل هو أيضا بحاجة إلى المهارات، النجاح والإنتاجية والاستمرارية والتكيف والتسويق. كريستيانو سئم من تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم، فقرر أن يحطم بعض الأرقام خارجها أيضا. إيه بقى علاقة الكورة وكريستيانو في المحتوى اللي أنا بقدمه؟ الأول أنت تعرف إن تحقيق المال والنجاح يشبه تسجيل الأهداف اللي كريستيانو بيحطها مش ميسي. الفرق الوحيد إن الجمهور هنا بحث عن النصائح اللي تساعده في حياته. تحقيق 30 مليون مشترك على يوتيوب ليست صدفة، بل هو نتيجة لسنوات من العمل والانضباط والإنتاجية. رونالدو ليس فقط لاعب كرة قدم، هو آلة إنتاجية بشرية. كل لحظة في حياته محسوبة بدقة، كل قرار يتخذه يهدف لتحسين أدائه وتطوير نفسه. كنت بسمع دايما إن كريستيانو أفضل من ميسي علشان هو أصلا كان هاوي الكورة، اتمرن وتعب واستمر فوصل. أما ميسي هو تعب والكلام ده كله، لكن هو موهوب، ولكن ظروفه ما كانتش زي كريستيانو، فممكن تقول عليه هو أقل لاعب كرة موهوب. كريستيانو في أفضل منه كتير جدا. إيه هو اللي وصل؟ كريستيانو وصل للي فيه بالحظ. اللي كنت بسمعه بدقة أكتر إن الأمهر ميسي، واللي وصل لنجاحات أكتر كريستيانو. إزاي؟ رونالدو يعرف كيف يسوق لنفسه، ويعرف كيف يستغل كل فرصة لزيادة انتشاره. التسويق هو سبب في شهرة أي حد، وسبب في نجاح أي حد. من المستحيل أو 99.99% نجاح أي حد هو التسويق. وصل لعدد المشتركين ده كله إنه أعلن عنها بالوقت المناسب، وقت ما بدأ يتنسي والكل مستني منه إنه يرجع لأوروبا. طريقة الريلز اللي نزلها على حسابه كان كافي لإثارة الفضول للمشاهد إنه يروح يشوف منزل إيه على يوتيوب. كريستيانو رونالدو فتح قناة على اليوتيوب، وصل عدد المشتركين لمليون و100 ألف مشترك في أقل من ساعة، ودلوقتي القناة تخطت ل 30 مليون مشترك في 48 ساعة بس. كريستيانو رونالدو سيكون أول إنسان على وجه الأرض تخطى عدد متابعيه لمليار متابع في وسائل التواصل الاجتماعي. سئم من تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم، قرر أن يحطم بعض الأرقام خارجها أيضا. تخيل معايا، احتاج مستر بيست إلى 132 يوم ليصل إلى 10 مليون مشترك على يوتيوب. أصبح أسرع شخص يصل إلى هذا الإنجاز حينها. استغرق الأمر مع كريستيانو رونالدو 12 ساعة فقط ليحطم رقم مستر بيست القياسي، يصل إلى 10 مليون متابع. تأثير كريستيانو رونالدو تخطى الحدود، وده البيرسونال براندنج. دروس يمكن تتعلمها من رونالدو. الأول هو الاستمرارية. رونالدو لم يصل إلى هذا المستوى من النجاح بين عشية وضحاها. الثاني هو القدرة على التكيف مع التغيرات. هو ليس فقط لاعب كرة قدم، بل علامة تجارية عالمية. ولكن السؤال الذي يجب أن تسأله لنفسك هو: هل تستغل كامل إمكانياتك كما يفعل رونالدو؟ ده يقودنا إلى درس مهم آخر، الاستثمار في الذات. رونالدو يستثمر في جسمه وعقله، وأنت بحاجة إلى الاستثمار في تعليمك ومعرفتك لتكون في القمة. ختاما، قد لا تكون لاعب كرة قدم مثل كريستيانو رونالدو، ولكن يمكنك أن تتعلم الكثير من نجاحه. زي ما كريستيانو بيستغل كل فرصة لتوسيع نطاق تأثيره، انت برضو لازم تستغل كل فرصة وكل معلومة لتحقيق نجاح أكبر في حياتك. خلاصة، سر النجاح هو استغلال الوقت. الشيء الوحيد اللي المفروض تراقبه طوال عمرك هو الوقت. قول لي بتستغل وقتك في ايه، هقول لك هتحقق ايه. ضيع وقتك هتضيع نفسك. تعمل شغلك الروتيني بس هتفضل زي ما انت. تطور نفسك هتكون افضل. ممكن تطور نفسك في اللي بتعمله، وبكده قيمة اللي بتعمله هتعلى، وبالتالي مقابل عملك هيزيد. ممكن تطور نفسك في إدارة اللي بتعمله، وكده ممكن تخلي مجموعة من الناس تعمله معاك، وبالتالي تقدر تنجح أكتر. المقابل هيكون أكبر. وكده نكون وصلنا لفقرة الكود. الكود بتاع النهاردة مني أنا لزميلي في العمل كريستيانو رونالدو.
بما اني بقدم محتوى من قبله فبقول له حاول تقدم محتوى قيم وخد كورسات في صناعة المحتوى وكتر من الفلوجات الفترة الجاية. قول له روح عند كريستيانو يعرفوا اني نزلت فيديو وبديله نصايح علشان يطور من نفسه اكتر، واكتب لي تتوقع يوصل ل 50 مليون متابع امتى. كمان تفتكر من بعد الضجة دي ميسي هو كمان هيجي على اليوتيوب ولا لا؟ ده كان موضوع النهارده، اتمنى الفيديو يكون فرق معاك. لو عجبك الفيديو واستفدت منه شاركه مع اصحابك علشان يستفيدوا هم كمان. اعمل لايك وتعليق علشان يظهر لناس كتير. اشترك في القناه علشان تشوف كل الفيديوهات الجايه. سبسكرايب.